السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ورمضان كريم علينا جميعا. النهارده بقى ان شاء الله كده ايه، هتقولوا انت رايحه فين؟ اقول لكم احنا رايحين النهارده كده ايه، ابويا ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه عزمنا ان شاء الله النهارده كده على الفطار. ماشي، مفيش يا ولاد في الدنيا احن من بيت الام والاب، والمكان اللي مهما كبرنا فيه بنفضل فيه صغيرين، ومهما تعبنا بنرتاح اول ما بندخل بابه. النهارده فطارنا كان عند ابويا كده ضحكه من القلب والله العظيم، وذكريات وكلام بسيط كده كله بركه وراحه. بيت الاهل مش بس حيطان وسقف، ده امان وسند وظهر. ربنا يديم نعمة ربنا يا رب يديمه نعمه في حياتنا، وما يحرمش حد ابدا من دفاه. يلا بينا يا حبايب قلبي بقى نشارككم فطارنا النهارده الحلو كده من بيت ابويا. ماشي، خليكم معايا لاخر الفيديو يا حبايب قلبي، وشوفوا والله العظيم كده الطبلية وهي مليانة واحنا ملمومين والفيديو والله العظيم هيعجبكم بجد. ايه النهارده بقى ان شاء الله كده ايه، بصراحة والله امي بصراحة كانت عايزة تعمل لنا محشي والكلام ده، بس انا قلت لها ايه، لا ما تعمليش محشي بقى، اعملي لنا ايه، رز بسمتي وفراخ في الصينية، وبصوا كأنك والله بتاكلوا فراخ فعلا على الفحم. بصراحة اختي ربنا يبارك لها، بصوا بتعمل تتبيلة للفراخ كأنك بتاكليها من على الفحم بالظبط. حبايب قلبي، بس لو لسه اول مرة تشوف القناة بتاعتي يا ريت فضلا وليس امرا تشتركولي في القناة وتفعلوا زر الجرس، عشان ان شاء الله يا حبايب قلبي يوصل لكم مني كل جديد، ونفضل كده العيلة بتاعتي تكبر بكم ان شاء الله. ربنا يا رب يديمكم في حياتي نعمة باذن الله يا حبايب قلبي. بصوا بقى احنا النهارده كده ايه، هم عملوا حوالي 4 بصلات كبار، لان احنا كنا عاملين كمية يعني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 4 بصلات كبار ماشي، وطبعا ايه حطينا بطرمانين صلصة من اللي انتوا شايفينه دوت، بطرمان اللي هو الصغير ده حطينا بطرمانين ماشي. وهنا حطينا شوية توابل اللي هي توابل الفراخ ماشي. وحطينا كيس اللي هو الكيس بتاع الشاورما، جميل اوي بيدي طعم بص خطير. والله انا اصلا ما بعملش الطريقة دي عندي خالص بصراحة، اختي هي عملتها بس جميلة، وبعد كده انا هعملها. لو عملوها زي الطريقة دي والله العظيم هتعجبكوا اوي اوي، وكأنك بجد بتاكلي فراخ والله على الفحم. وحطت بقى معاهم علبتين زبادي زي ما انتوا شايفين بردك كده ماشي. حطيت علبتين 2 ماشي. انا همشي معاكم خطوة بخطوة وهي بتعمل كده. بص بقى فرح ما كانتش ضاربة البصل حلو، هي كده بقى بتقلب كل المكونات دي كده كلها مع بعض، وحطت زي ما قلت لكم بطرمان في الاول صلصة، ورجعت لما لقيتها يعني مش حمرا وكده فقامت حاطه كمان ايه بطرمان. بصراحة اداها لون جميل جدا واداها طعم حلو ماشي. هي كده بقى عمالة تقلب المكونات كلها كده مع بعضها. هنا بقى ايه، حطت بقى يجي نص كوباية زيت ماشي، عشان تديها لمعان كده ايه وتبقى طعمها جميل. خليكوا بس معايا لاخر الفيديو وشوفوا الطبلية في الاخر، والله العظيم الاكل كان جميل جميل وريحته مش عايزة اقولكوا والله ماشي. هما كانوا بقى ايه يعني، هما بصراحة كانوا جايبين وراك يعني ايه، مش جايبين فراخ، هما كانوا جايبين وراك وايه، وقطعوها كده زي ما انتوا شايفين كده الورك قطعوه 2. هي كده احنا طبعا ايه قعدنا ساعتين غسلينها، نقعنا في ملح وليمون وميه زي ما انتوا شايفين، وبعد كده فضينا كل ده تاني وحطيناه في ميه نضيفه زي ما انتوا شايفين كده. هي بقى هتفضي كله كده في قلب الخلطه اللي هي عاملاها. صلي على محمد. صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهتقلب بقى كل ده كده، وهنسيبه يجي ساعة كده ولا ساعة ونص. يعني كل لما بتسيبيها في التتبيلة يعني شوية كتار بتبقى احسن، بتدي طعم جميل وبتبقى طرية وجميلة كده. طبعا انت حاطة فيها الزبادي هتخليها بصوا طرية خالص ماشي. يعني انت مثلا لو ناوية ان انت تعملي حاجة زي ما كده، تصحي الصبح ان شاء الله كده على خير تنقعيها كده بالخلطة دي كلها كده، وهي عمالة تقول لكم اعملوا لايك وايه، وتسيبوها كده يجي ساعتين
هنا بقى ايه والدتي بقى ربنا يبارك فيها يا رب كده ويخليها لنا. والله احنا من غيرهم ما نسواش حاجة بجد والله. ربنا يا رب يخليهم لينا جميعا يا رب. هنا بقى هي ايه والدتي بقى ايه رصتها كده في الصينية زي ما انتم شايفين، هما يجوا في صينيتين ماشي. وهتحطي بردك عليها شوية من الخلطة اللي هي عاملاها دي طبعا، ولا حطت مية ولا اي حاجة خالص، هي بس هتزود شوية زيت كده على الوش وخلاص زي ما انتم شايفين كده اهو ماشي. وهنرفعها بقى على النار كده ايه يعني تخش في السوا كده، وبعد كده بقى هندخلها الفرن بقى تاخد وش وتكمل بقية السوا ايه في الفرن. بص والله العظيم مش عايزة اقولكوا ريحتها، بص قبل حتى ما تدخل الفرن وقبل ما تستوي ريحتها جميلة من الخلطة. الصينية دي بقى يعني ايه اصغر من التانية شوية ماشي. هما ما كانوش هيجوا في الصينية دي اللي هي الاولانية، مش ما كانوش هيجوا يعني فيها كلهم يعني. بسم الله ما شاء الله هما كانوا عاملين كمية زي ما انتوا شايفين كده ماشي. هي هتفضي بقى كل اللي في الحلة ده كل كده هتفضيه في قلب ايه الصينية. وبرضك هنرفعها بردك على النار ايه يجي ربع ساعة كده ماشي يا دوبك يعني تخشي في السوا. وبعد كده ايه تكوني بقى طبعا مسخنة الفرن جامد وتقومي ايه مدخلاها في قلب الفرن كده. بقى احنا رفعناهم على النار هنغطيهم بقى كده. طبعا هي اللي وراك اصلا مش بتاخد سوا جامد يعني زي الاكتاف او كده، فهي مش هتاخد اصلا سوا، هي هتستوي ان شاء الله على طول ماشي. زي ما بصوا بقى زي ما انتم شايفين جميلة اللي ديت اصلا مني ما كانش فيها التتبيلة، ما كانتش فيها كتير يعني ايه تحس ان هي نشفت، انما دي بصي جميلة. هنا بقى طبعا احنا نقعين الرز بردك قبل ما بنعمله كده بنص ساعة. بصراحة بيزيد شوية وايه وبتبقى يعني حجم الرزية بتكبر شوية ماشي. هنا بقى ايه حاطين طبعا بقى المادة الدهنية اللي هو حتة سمنة على شوية زيت. هنفضي الرز بقى زي ما انتم شايفين كده ونشوحه تشويحة حلوة. هنحط معاه بقى الخلطة اللي هي بتيجي من عند العطار اللي هي بتاعة الرز البسمتي، اللي هي بقى كركم على شوية حاجات كده العطار بيحطها لك ماشي، ورق لورا والحاجات دي كلها. وهنشوحه بقى ننشفه خالص من المية. وبعد كده ايه هنزيده، احنا حاطين المية طبعا على العين التانية عشان ايه نزيد بيه الرز. ولو عندك شوربة برضك بيبقى احسن، بس احنا كملنا عاملين الفراخ في الصينية فايه ما يعني ما كانش فيه شوربة. طبعا بقى ايه هنحط المكعبات بقى. بصي هنا بقى والدتي حطت الورق اللورا ماشي، وحطت شوية توابل كده صغيرين. وهتفضي بقى دلوقتي ايه الكركم بقى. هو الكيس ده بيجي كده من عند العطار بيديهوله، بس الخلطة اللي هي بتاعة الرز البسمتي هيديهالك. بصراحة بتدي طعم وريحة جميلة اوي في الرز البسمتي ده. وفي ناس بقى بيحطوا زبيب وحاجات زي، بس احنا بصراحة يعني احنا في الاساس اصلا مش بنحب الزبيب اصلا يعني. انا هنا بقى ايه اللي انا عملته انا كنت بقلب لها الرز، والله العظيم ما خلوني عملت حاجة خالص. كده بقى يعني ايه هنتنينا بقى مشغلين النار كده ايه ننشف المية اللي فيه كده، لان لما بتنشفي المية ايه يعني بيبقى مفلفل معاكي وجميل. هنا بقى ايه حطت يجي 3 مكعبات كده. طبعا انتوا عارفين ان يعني الستات بتوع زمان دولت والناس اللي هي بتاعت زمان كل حاجة بيعملوها بايديهم، يعني عشان ما حدش يتضايق يعني. هما بقى يعني واخدين طبعا احنا طول ما احنا واقفين في المطبخ ايدينا بتبقى في المية وايدينا مغسولة والكلام ده كله. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي واذكروا صلي على محمد، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دعونا دعوة حلوة كده من قلبكم، ربنا يا رب يكرمنا ويرزقنا جميعا من حيث لا نحتسب. وصلوا على النبي كده يا حبايب قلبي في التعليق. بس بقى هي عمالة تقلب بقى الرز كده ايه لغاية لما ينشف خالص من المية. وهنزيده بقى كده ايه بالمية. طبعا الرز البسمتي بتزوديله المية شوية لان هو اصلا بياخد سوا.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله كان يوم جميل يا ولاد والله العظيم. واللمة أصلا حلوة، يا رب ما يحرمش حد من حد أبدا. بص بقى، هو كده الرز كده استوى تمام التمام اهو، بصوا مفلفل وجميل. ماشي. وبرضك الصواني برضك استوت، برضك هتشوفوها دلوقتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مش عارفة احنا كنا رحنا فين والله، وسيبنا الرز كده. احنا كده بقى ايه يعني، هو تقريبا كده خرجنا الصينية او لسه ما خرجناهاش، مش فاكرة والله بجد. عند امي والله لما بنروح هناك مش بترضى تخلي حد يعمل حاجة، لازم تعمل هي كل حاجة بايديها. يعني احنا بس نبقى واقفين كده وراها ايه يعني، نناولها حاجة نعمل لها حاجة، انما ان احنا مثلا يعني نعمل او كده، لا هي بتحب تعمل كل حاجة بايديها والله. ربنا يا رب يديهم الصحة كلهم يا رب، ويبارك لنا فيهم وفي عمرهم، وما يحرمناش منهم ابدا، ولا من دخلتهم علينا ولا كده. يا ولاد قولوا امين يا حبايب قلبي. لا كده كتير بجد. كده بقى يا ولاد بقى ايه، بص بقى شكل الصينية بقى وهي خارجة كده من الفرن، بص عاملة ازاي جميلة، والا بقى طعم اللي نازل منها ده كله. والله العظيم بصي يخليكي ولا تاكلي اصلا سلطة طحينة ولا اي حاجة خالص. بصراحة جميلة جميلة. جربوا بس الطريقة ديت وايه وقولولي رأيكم في التعليقات، يعني جربوها بالله عليكم. هنا بقى ايه كانوا بيغرفوا بقى كده الاكل. ماشي. كانت حبيبة بقى بصراحة، قلت لها يلا يا حبيبة اغرفي، لان كان المغرب خلاص يعني، القرآن كان خلص وايه، والمغرب كان قرب يأذن. رحمة عمالة تقول لكم اعملوا لايك اعملوا لايك. متنسوش يا حبيبي بقى تقولوا لي رأيكم في التعليقات، وجربوا والله العظيم الطريقة دي بجد جميلة جميلة والله بجد جميلة، وهتعجبكم وكأنكم والله بتاكلوا فعلا فراخ على الفحم. وفي اخر الفيديو يا حبايب قلبي كده ايه، مفيش والله احلى من قعدة الاهل ولمة العيلة. ربنا يا رب يحفظ كل واحد ابوه وامه، ويبارك لنا فيهم وفي صحتهم ووجودهم في حياتنا. واللي فقد حد منهم ربنا يربط على قلبه الصبر، ويجعل مثواه من الجنة. لو الفيديو يا حبايب قلب عجبكم، ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركولي في القناة، عشان نفضل كده دايما مع بعض في كل لحظة حلوة. نشوفكم كده في فيديو جديد يا حبايب قلب على خير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايه رأيكم يا ولاد بقى؟ والله العظيم اللمة جميلة جميلة جميلة. بصوا شكل الصينية اصلا وشكل اللمة بصوا. يلا يا حبايب قلبي، سلام عليكم يا حبايب قلبي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.